في شكوى متكررة في بيوت كتير، الشكوى دي إن الزوج بيرجع البيت بيفضل لازق وشه في الموبايل لحد ما ينام. الحقيقة إن الموضوع ده مؤذي قوي رغم إنه بيبان إنه بسيط. انت كزوج بتكون تعبان طول النهار في الشغل وما بتصدق إنك ترجع علشان تفصل وتريح شوية، ومن حقك فعلا تفصل شوية، لكن ده مش معناه إنك تتخلى عن دورك كزوج وأب. مراتك عندها احتياجات مهمة زي إنها تفضفض، مهم إنك تسمع حكاياتها اللي مش مرتبة، وإنك تسمع معاناتها مع الولاد طول اليوم، وطيب خاطرها بكلمتين وتقول لها رأيك في حاجة هي محتاجة منك رأي فيها، محتاجة تسمع منك كلمتين حلوين، محتاجة إنك تشاركها تفاصيل يومها. الكلام ده مهم جدا ومش حاجات تافهة، ولما هي بتطلب منك ده مش معناه إن هي مش مقدرة تعبك، لكن هي فعلا محتاجة ده غير إنها بتعتبر إن الكلام ده معاك لغة حب وتواصل واندماج. ما انتوا متجوزين ليه؟ مش متجوزين عشان خاطر هي تقعد تربي العيال وانت تشتغل وطول وتيجي تمسك الموبايل. هي محتاجة تتكلم معاك، مش هتروح تتكلم مع واحد تاني بره، يعني أكيد يعني. الولاد محتاجين إنك تتكلم معاهم وتلعب معاهم وتحل مشاكلهم وتقول لهم رأيك في الرسمة دي اللي رسموها، وتسمع شكاويهم البريئة الكبيرة بالنسبة ليهم، وإنك تشارك أمهم في مسؤوليتهم. كمان دورك في البيت أكبر من إنك تجيب فلوس، وطول ما أنت بتغزل دورك في الإنفاق بس هتفضل شايف احتياجاتهم تافهة، وهتشوف طلباتهم ديت عدم تقدير لتعبك وتحميل زايد عليك مش أكتر، وده مش حقيقي. افصل وريح شوية، وبعد ما تريح شوف أهل بيتك محتاجين ايه. تلبية الاحتياجات دي مش محتاجة زوج متفرغ، لكن محتاجة منك شوية تركيز وإحسان في استغلال الوقت، وقبل كده إنك تكون عارف أهمية ده. أهل بيتك اللي انت تعبان عشانهم طول اليوم محتاجين منك حاجة تانية زي احتياجهم للفلوس، ويمكن أكتر من الفلوس محتاجين للاهتمام. يا ريت تكون الرسالة وصلت.